لو لسه ما شفتش الفيديو اللي فات من حكاية ميدوريا فروحوا شوفوا الأول. بنسيب ساحة المعركة وبنرجع لزمان زمان قوي يا صديقي، لأصل الحكاية بنرجع لعصر ما قبل القدرات. المشهد بيبدأ في شارع ضلمة ومطرة وسط ناس ماشية في شارع مش واخدة بالها من ست مشردة قاعدة على الأرض وهي في قمة ضياعها. وهنا بنعرف إن الست دي كانت بتعاني من سنة من مرض غريب نموه متصلب زي الأشواك على دراعها الشمال. القصة بتورينا إنها كانت حامل لمدة 8 شهور وهي مش حاسة بأي حاجة، مش بسبب حياتها القاسية في الشوارع، لا، لأنها ما كانتش حامل بشكل طبيعي. اللي كان جوه بطنها ما كانش جنين، لا، ده كان شيء ساكن جواها عمال يمتص قوة حياتها. يوم ورا التاني بنشوف لمحة للجنين اللي جواها، واحد أكبر بكتير من التاني وكأنه بيتغذى لأخوه الصغير. بنشوفها وهي بتولد توأم ده لوحدها على ضفة النهر، وبعدها على طول بتفارق الحياة. بنلاحظ ان الاشواك اللي على دراعها اختفت تماما كأنها اتسرقت منها. في مشهد مرعب بيوريك قد ايه البداية دي كانت قاسية. بعدها بسنة بيحصل الحدث اللي غير العالم، الطفل المضيء اللي اتولد في الصين. بعدها القدرات بدأت تظهر في كل انحاء العالم، مش بس في المواليد لكن كمان في الشباب، في المراهقين، في العواجيز. الدنيا اتقلبت. مجموعة باحثين طلعوا بنظرية متسرعة، قالوا ان دي مش قدرات، ده مرض، وان اللي عندهم قدرات دول ما عادوش فصيل من البشر، بقوا فصيل جديد، جنس جديد تماما. الاعلان ده ولع الدنيا كالنار في الهشيم، قسم الناس لنصين وبدأت الفوضى في عصر الظلام. بنشوف مجموعة مسلحة، دول يا جماعة ضد القدرات، ماشيين في الشوارع المدمرة وبيخططوا انهم هيهاجموا الناس اللي عندها قدرات قبل ما يتجمعوا. وفجأة بيلمحوا طفل صغير لابس عباية سودا واقف لوحده في الضلمة. واحد منهم بيقول سيبوه، ده طفل يتيم خارق وغالبا حامل للمرض. لكن الطفل بيلف وشه وبنشوف عينين باردة، عيون مرعبة. ايوه انه اول فور وان. وهو صغير وفي لحظة بيطلع من جسمه نفس الاشواك اللي كانت على دراع امه وبيموت كل الجنود في ثانية. وهنا بنفهم الحقيقة الصادمة، اول فور وان اتولد بقدرة اول فور وان، واول قدرة سرقها في حياته كانت قدرة امه وهو لسه في بطنها. القصة بتشرح لنا يا صديقي نفسية اول فور وان، انه اتولد باحساس بالغطرسة والغرور، شايف ان كل حاجة في الكون تخصه هي ملكه. اي حد مش بيبص له او مش بيديله اللي هو عاوزه هو عدو وما يستاهلش يعيش. وبنشوفه بعدها هو بيهاجم الناس في الشوارع، بيهاجموا عشان يسرق قدراتهم. فجأة بيظهر اخوه التوأم يوتشي بيحدف عليه علبة وكان بيقول له بطل انت بتوجعهم. بنعرف ان يوتشي كان ضعيف وصغير لان اول فور وان سرق معظم غذائه وهو في بطن امه. اول فور وان بيشوطه بالرجل وبيقول له مالكش دعوة، ولكن ضربته ما قتلتوش، مش لانه بيحبه، لا، لان بالنسبة له يوتشي برضه من ممتلكاته، هو مش هيسيب حاجة بتاعته بسهولة. في الوقت ده الطفل المضيء بيكبر وبيكون هو رمز السلام، بيحاول يوحد الناس وينشر السلام. لكن يوتشي ما كانش مهتم بده، كان قاعد وسط الخراب بيقرا كتاب كوميكس قديم، كابتن هيرو. اول فور وان بيخش عليه وبيقول له انت بتقرا ايه؟ فبيقول له انه بيقرا كوميكس قديم. هو بيقول له انها بتتكلم عن احلام الناس. هو بيقول له انه نفسه يبقى بطل، نفسه يبقى بطل زي كابتن هيرو. بيعرف ان يوتشي ما كانش فاقد الامل في اخوه، فاكر في ذكريات زمان، فاكر لما اخوه مسك ايديه بحنيه، مدرك ان اول فور وان في ذره خير. بعدها ب3 سنين اول فور وان بيجي لاخوه بيقول له ان الطفل المضيء بقى عنده 10 مليون تابع. بيقول بسخريه ان ده غباء لان الطفل ده ما كانش اول واحد عنده قدره، يعني ده في 50 واحد اتولدوا في الهند، ما هو شيء مميز يعني. وبيلف ظهره وظهره بيكون مضيء. ايوه راح وقتله، بيقول له انا قتلته. بيقول لي لاخويا ويتشي انت بتحب، يعني انت بتحب الواحد للكل وانا بقى الكل للواحد. بيقول له انه بطل القصه كان بيحارب لوحده في الضلمه، لكن سيد الشياطين كان بيحكم في النور، حتى ولو كان بيستخدم القوه بيستعمل الخوف، ده كله لانه بيمتلك القوه. بيبص لاخويا ويتشي وبيقول له انا كمان لقيت حلمي، انا كمان هبقى ملك الشياطين. يوتشي ما بقاش قادر يستحمل. بنشوفه بيهرب مع واحد تاني، انه كودو يا جماعه، المستخدم التاني الوان فور اول. اول فور وان بيتجنن لما بيشوف ملكياته بتهرب مع حد، بيصرخ فيه وبيقول له استنى انت رايح فين؟ انت من ممتلكاتي، انت بتاعي يلا. وفي نوبه غضب عمياء اول فور وان بيهاجمهم، بيخلص عليهم. ايوه بنشوفه هو متقطع، يوتشي الغلبان الطيب، يوتشي الغلبان ها قد مات. لكن يا صديقي الصدمة الحقيقية ان المشهد ده ما كانش مشهد النهاية، ده كان مجرد البداية. بنرجع بالزمن شهرين كاملين بعد المجزرة اللي شفناها. المشهد بينتقل لمجاري ضلمة، كودو المستخدم التاني وبروس المستخدم التالت بيجروا بيحموا ظهر بعضهم البعض، بيهربوا. ولكن فجأة بيلاقوا قدامهم اول فور وان بكل هدوء بيقول لهم كنت مستنيكم. وهنا بنرجع لوان فور اول وهو لوحده ماسك ايد اخوه المقطوعة، لكنه يا صديقي بيتصدم صدمة عمره
القوة. وهنا حرفيا بيكون معجزة، لكنه بيتصدم صدمة عمره. القدرة اللي هو زرعها فيه اختفت، ملهاش اي اثر. ده جنون، ازاي قدرة تختفي من جسم ميت؟ All for One العقل المدبر الاكبر بيبدأ يحلل الموقف، بيقول لنفسه انه كان فاكر ان اخوه عديم القدرة وانه يمكن سرق قدرته هو في بطن امه، لكنه بيفضل يحلل ويدور لحد ما بيوصل للحقيقة اللي هتغير التاريخ. يوتشي ما كانش عديم القدرة، كان عنده قدرة ميكروسكوبية ملهاش اي 60 لازمة، قدرة ضعيفة لدرجة ان قدرة الأول فور ون ما استشعرتهاش، ما حسيتهاش. كل وظيفتها هي انها تنقل القدرة من شخص للتاني. عارف ده معناته ايه يا صديقي؟ أول فور ون كان مديله قدرة تجميع القوة، كان ناوي انه يشفط طاقة قوة اخوه عشان يخليها لنفسه. ولكن يا صديقي اللي حصل كان مختلف تماما. أول فور ون بايديه صنع اللعنة اللي هتدمره. قدرة الواحد للكل، بيستوعب ان اخوه ضعيف حتى بعد ما هرب منه، حتى بعد ما مات. ارادته وقدرته كانت لسه عايشين، وهيفضلوا ينتقلوا من جيل لجيل لهدف واحد بس، ابادته. وفي نفس المشهد بنشوف مشهد جانبي لكودو وبروس وهما مستخبيين. كودو بيكح دم حاسس انه هيموت. بروس بيساله لو أول فور ون وانه سمعه، لكن كود بيقول له لا، بيقول له انه حاسس بيه، حاسس باخوه. لو كان في ذره رحمه ما كانش عمل كده. كانت قدرته أول فور ون ممكن تبقى اجمل قدره في العالم، قدره العطاء مش السرقه. كودو بيبص لبروت بيقول له انا هكمل المسيره لحد ما اقتل أول فور ون. بنرجع لأول فور ون اللي بيشوف بعينيه، بيشوفهم يا صديقي، بيشوف قدامه اطراف المستخدمين واحد ورا التاني. بيلمح بانجو المستخدم الخامس، وين المستخدمه السادسه، وهم بيموتوا. نانا شيمورا المستخدمه السابعه وهي بتسلم قوتها لأول مايت. أول فور ون بيفهم ان اراده اخوه الضعيف، اخوه البائس العاجز الفاشل، اخوه وارادته تطورت عبر الاجيال، من المستخدم الاول حتى المستخدم الثامن ميدوريا. بيفتكر اول معركه لي مع أول مايت، وان اول معركه بينهم انتهت بهزيمته الساحقه، انتهت بهزيمته المدويه. وكل اللي بيجي في باله انه كل دوام بسبب اخوه، بسبب يوتشي. هنا بنعرف سر الحقد الاعمى يا صديقي، وبنشوف غل، بنشوف افتراء أول فور ون. ما قررش انه ينتقم من كود اللي ساعد اخوه، لا، ده مش زي اي شرير عادي، ده عمل مجزره. ده فضل يطاردهم جيل ورا جيل، قتل كل نسل عائله كودو، كل اللي له علاقه بيه، قتل الستات والاطفال والشيوخ، محى عيلته من على وش الارض عشان يضمن ان النظره دي ما تجيلوش تاني. بنرجع لأول فور ون وهو بيبص لباكوجو بيقول له مجرد صدفه، الواد ده اكيد مش من نسل كودو، انا اتاكدت بنفسي. لكن عينيها في نظره التحدي المجنونه اللي عندهم، كأن اراده كودو نفسها انتقلت ليه. أول فور ون بيبص على جسمه اللي عمال يصغر، وبيعرف ان وقته خلص، اللعبه دي لازم تنتهي. بيقرر انه هيرمي كل اللي معاه في هجمه انتحاريه، هجمه المفروض انها هتخلص على باكوجو وكمان هتوصله لشيغاراكي. قرر انه ينهي كل شيء، وفي نفس الوقت بيصرخ صرخه بتهز المدينه. بيفعل حركته الاخيره، اطلاق كل العوامل، هدف أول فور ون. وفي مشهد مرعب يا صديقي بتظهر كل تقنياته، كل التقنيات اللي اتعلمها وجمعها، كل التقنيات اللي اتعلمها وجمعها على مدار العصور. دراعات واجنحه وافواه ومخالب وكل شيء بيتحول لوحش بمعنى الكلمه. والمايت ويدج شوت بيبصوا هما مرعوبين، ده مش هجوم، ده صاروخ بشري، ده لو اعتبرناه بشري يا صديقي. لكن باكوجو ولا في دماغه، بيبص على الكابوس ده بابتسامه ساخره، بيقول له شكلك بقى مقرف قوي يا عم. في لحظه هو بيستعد عشان يواجه الوحش اللي قدامه. أول فور ون خلاص فقد عقله، بيصرخ صرخه مش بشريه، لم يعد بشري. والوحش العملاق اللي مكون من مئات القدرات، الكيان البشع اللي كله دراعات وافواه واشواك، بينطلق ناحيه باكوجو زي القطر اللي خرج من القضبان من بعيد. والميت بيشوف المشهد ده، بيشوفه هو مشلول تماما، الرعب بيجمد دمه، بيصرخ بعلى صوته بكل ألم، ابعد يا ابني، اهرب، مستحيل تقدر تتصدى له. لكن باكوجو واقف مكانه زي الجبل، مش هيتحرك، رافع ايده مستني الوحش وكأنه بيستقبله. وفي قلبه بيصرخ وبيقول قدرتي ممكن تعمل اي حاجه انا عايزها. وفي اللحظه اللي الوحش كان خلاص هيخبطه ويمحيه، باكوجو بيصرخ انفجر، ارجوك اتفجر، انفجري ارجوك. بوم، انفجار يا صديقي محدش شافه جاي منين، انفجار جحيمي بيطلع من وشه أول فور ون. أول فور ون نفسه مصدوم، حرفيا كل دروعه اللي عملها، كل حاجه عملها اتدمرت. بيصرخ وبيقول ازاي الواد ده ما عملش اي حركه
الحركة ده مستحيل. باكوجو بينطلق في الهواء وسط المطر والانفجارات اللي لسه بتطلع من جسمه. يبدأ يشرح خطته يا صديقي العبقرية. بيقول له المطرة كانت بتبوظ قوة انفجاراتي، عشان كده رمت عليه قنابل متفجرة. اول فور وان مش فاهم اي حاجة، انت بتتكلم عن ايه؟ باكوجو بيكمل وبيشرح وهو بيضحك ضحكة النصر. قنابل العرق بتاعتي غطيتها بطبقة من العرق العادي، رميتها عليك من غير ما افجرها، وكنت مستني اي حاجة تانية هي اللي تفجرها. اول فور وان بيفتكر اللحظة اللي فاتت، اللحظة اللي باكوجو لمس فيها وشه وهو بيقول له شكلك خرفت يا عجوز. بيستوعب اللي حصل. باكوجو رسع القنابل دي جوه بقه. باكوجو بيصرخ وبيقول له ايوه، الناس طول عمرها بتقول ان عندي حساسية قتال عالية، عشان كده انا مش محتاج غير قدرة واحدة بس. انا مختلف عن ميدوريا. باكوجو بيفتكر كلام اول مايت ان كل ما اول فور وان بيتضرب كل ما بيرجع بالزمن وبيصغر. ايوه، واضح انها فكرة جات له، فكرة مجنونة. اول فور وان ساعتها بيحاول يجمع نفسه، بيقول له ان دي فرصته، هي دي قصته. بيصرخ في باكوجو بيقول له ابعد يا حشرة، لكن باكوجو بيصرخ بصوت اعلى، هازارت امباكت. مش مجرد ضربة واحدة يا صديقي، لا دي سلسلة من الهارت امباكت. بوم 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 بوم. باكوجو بيتحول لإعصار من الانفجارات، بيلف في الهواء زي المجنون وبيمطر. اول فور وان بيمطروا بضربات بتكسر دروعه، بتفتت جسمه، بيتحولوا لأشلاء. اول فور وان بيحاول يصد، بيطلع دراعاته وأشواك، لكن انفجارات باكوجو بتدمر كل حاجة. باكوجو بيصرخ فيه اخرس بقى واختفي من الوجود. الانفجارات شغالة زي المطر. اول فور وان بيلاقي نفسه مش قادر يجمع قدراته تاني. بيسأل نفسه هو انا ليه مش قادر اجمع قدراتي؟ هو ايه اللي بيحصل؟ مستحيل ان الانفجارات دي تكون هي اللي بتفتتني، يمكن عشان جسمي بقى صغير وضعيف. وهنا بنشوف الصدمة الحقيقية. المشهد بينتقل لجوه عالم ارواح اول فور وان. بنشوف اول فور وان الطفل وهو واقف في الضلمة وبيسمع صوت جاي من العدم. لا يا عجوز، مش عشان جسمك بقى ضعيف، في مشاعر الغضب، الحقد، الكراهية، الخوف، لدرجة انك فقدت السيطرة. الميزات دي كان ليها اصحاب وانت سرقتها. وبيلاقي اطياف كل الابطال اللي حاربهم واقفين وبيبصوا له باحتقار. هوكس بيكمل كلامهم، بيقول له بالمناسبة المكان ده بقى قاعة المعجبين بتاعتي دلوقتي، انت خلاص اتغلبت واتبلعت من شغاراكي. بنرجع لارض المعركة. باكوجو بيسمع صوت هوكس في ودانه كأنه همس من الريح. بيبص الاول فور وان بيقول له دي مش قصتك انت لوحدك، دي قصتنا احنا. هو بيجمع اخر ذرة قوة في دراعه اليمين اللي ايدج شوت خيطه، واللي اول مايت اداله الكبيرة بتاعته. هو بيوجه لكمة نهائية بتخترق صدر اول فور وان. هي دي اللحظة النهائية. اول مايت بيتفرج من بعيد، بيقول ان كل الضرر اللي الابطال عملوه، كل الاحباط اللي سببته لهم، اتجمع كله للحظة دي. بنشوف وشوش اهل باكوجو وهم بيبكوا، وبنلمح طيفي ويتشي وهو بيبتسم. اول فور وان بيقع على الارض، بيتخبط في حفرة، بيبدأ يتفتت ويصغر. هو بيرجع من طفل لجنين، ومع اخر نفس جسمه بيرجع من طفل لرضيع عريان، رضيع لا حول له ولا قوة. باكوجو بيبص عليه من فوق وبيقول اخيرا خلصت، ما كنتش هقدر اعملها لوحدي.